واحد النهار خدامين بالقصيري بيرمانونس في الليل في الكوميساريه جالسين بالقصيري من المدن المغربيه اللي باقين في المغرب كامل، غير ما تعرف المدن اللي شويه دار بهم البوادي ولا شي دار بهم القرى والبوادي باقين تنسمعوا عيساوه وحماتشه ماشي عيساوه ديال الكناس، دوك الاخوان تيديروا داك الكسوه الله يا ربي الله هذا لا عيساوه ديال الغيطار وعيال تيحضروا ورجال تيحضروا شي واعر باقي تسمعوا دوك عيساوه الاصليين دوك القدام عيساوه القدام دوك الجيلان القدام بالليران داك الشيء والمراه تتحضر والراجل تيحضر وتيطيح في الاخر داك الشيء الله يستر ما عرفناش داك الشيء كيفاش تيكون، ولكن داك الشيء جميل كما كان الحال ديال المغرب ديالنا ثقافتنا فيها حماتشه وعيساوه وجلاله وقناوه وقصارتهم ديما زوينه والموسيقى تسمعوها تتعجبنا وتذكرنا بايام الخوالي اللي دازت، تتفكر دوك الشيبانيين تينوض يحضر ولا شيبانيه تنوض تحضر وراك تشوفوا داك الشيء هذاك. وكان واحد الليله كنا بيرمانونس وعيطوا علينا قال لك نمشيو واحد الدوار تما قريب تابع البوليس، كان تابع لدارك ولا تابعين حنايا، ولكن باقي فيه البلاد وفيه الدور ديال القرى ديال القريه ديال العروبيه وداك الشيء شي بناتي باقي ما بناش. قال واحد السيد مضروب في راسو هو راه ما حماتشه تيحضر واحد السيد ديال يوم الليله ديك اللي تيديروا تعرفوا الناس اللي تعرفوا الليله تعرفوها تكون شي مراه مريضه ولا شي راجل مريض تيعطيوه الدواء ما تيقضي والو، الناس اللي فيهم هذا الشيء تيقول ما ودي راه خصك دير الليله ما ديروش عند الفقيه ولا عند الشوافه تيقول خصك دير الليله، ولا كاين اللي مولفين الليله من عام تيديروا الليله تيكون امي تنديروا لها الليله ولا با تنديروا لها الليله ولا جده تنديروا لها الليله ديالها. هذاك اسيدي هذوك ديالك واحد الراجل تيحضر وجاتو شي ضربه في راسو داك الرجل راه طايح نطق بعين المكان. مشينا لعين المكان مشينا تما للبلاصه لقينا دوك حماتشه واقفين كاين الناس يتفرجوا باقيين دايرين اغلبيه جالسين لا صار داكشي وداك الراجل وداك الدوار ما كيشدوا مشعلين دوك لامبات ديال البوطه لامبات ديال البوطه مشعلين شي 4 لامبات وحده هنا وحده هنا وحده هنا مضوين عليهم قدام واحد الدار فيها واحد قدام شي شجر. كان المنظر زوين ديال الليل وكان الصيف زوين داك المنظر عجبني انا، ولكن ما عجبنيش داك الراجل مسكين شيباني باللحيه ومجبد مضروب في راسو فيه الدم منه مجبد. شكون اللي ضربو؟ قال لك الله اعلم. شكون اللي ضرب هذا الراجل؟ الله اعلم كلشي ساكت. كيفاش تضرب ما عرفت سيدي شي يمكن شي حجره جاتو من ضرباتو هما تيحضروا ضرباتو مع رجل سخون وضرباتو راسو وساد الدم بزاف، ولكن الراجل تيهضر ربي يا ربي ربي يا ربي ما كانش شي عيطنا سياره الاسعاف. جات سياره الاسعاف هزاتو انا قلت دوك حماتشه هما ولا عيساوه وداك الشيء كنت نشوف دابا اش غنقول لكم ما تكملوش الليله ديالكم كملوها، ولكن عندك عاوتاني شي واحد يضرب بالحجر يعاود يضرب بالحجر يجيب لكم شي دقه، لان هنا كاين الضوء ولكن تما كاين الظلام كاين دوك الدور فيهم الظلام شي من الليل وضربكم شي واحد حاسدكم ولا صدعتوه ولا شي حاجه بالغيطه وداك الشيء وهذا. ويجي عندي واحد الراجل قال لي تعرفني انا ما عرفتوش بغيت يعرفني قال لي السي خراز عزلني شافني انا صديق في يدي انا شاب بيرمانونس قال لي الشيخ بغيت نهضر معك الله يكثر خير. كي قال لي يا ودي راه ما ضربو حتى واحد. واش ما ضربو حتى واحد؟ قال لي ما ضربو حتى واحد. قلت داك الغياط اللي جالس ليه واحد الغياط مريح داك الغياط فهمتي جالسين كان دوك الطباله وهذو تهزلو بوحدهم دوك الطباله وجوج غياطات هزلو الراجل طاح مزولين شفناهم ليه جالسين مزولين هذا واحد لامبا. قال لي داك الغياط راه عيط عليه الله يرحم والديك ولا يجي داك الغياط جا الغياط اجي قال لي نعم السي قلت له قول لي قال لي هذا السيد راه انا هو مول هذه الليله هذه هذا الراجل عيط عليا قال لي انا هو مول هذه الليله انا هو اللي داير الليله عندي المراه شويه تيشدوا عظامها ومن تيشدوا عظامها تندير لها ليله حماتشه تتحضر تيجيب الله التيسير عارف اسيدي حنا العادات ديالنا وحنا نشرفوا يا تبارك الله هادشي ما علاش عليكم حنا تنبحثوا في شكل تنبحثوا رجل مضروب عيطونا قال لي ودي راه الناس خافوا صافي الله يهديهم وصافي ما شكون عيط عليكم حنا كاع ما كنا نعيطوا لكم كنا نحلوا المشكل غير بيناتنا. وقال لي قال لي يا ودي هذا الغياط راه كنديروا في قبو واحد طرف ديال قالب السكر ذاك الراس ديال قالب السكر مهرس على جوج وواحد الطرف عطاوه ابيض الغياط ما تيكونوا يغيطوا داك الغياط تيغيط مره تيجي شي واحد علق ليه
هنا تحت الفرنك 20 درهم ورقه ولا شي حاجه يعلق عليه هنا فلوس، تيكون شي غياط واحد تيدير طا 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 تيتحرك تيحضر. وقال لي من الحوايج اللي تيديروا ليه نقدروا نجيو نديروا لي مكياديتي في قبو، نديروا شي طوبات السكر تكون كبيره في قبو البياض ديالو. قال لي ودي راه شي واحد دار لي قبه داك مكياد داك الطرف ديال السكر دار في قبو وطافوا دابا ديك الغياطه. نقول لكم كيفاش تيديروا الغياطه، تيغيطوا حماتشه. نقول لك حماتشه كيفاش تيديروا، حماتشه تيجيو الناس دوك اللي غادي يحضروا تيتستفوا والغياطه من هنا وتيبقاو هادوك يجيو عند هادو تيغيطوا را طا 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 تيغيطوا الله الله والله الله، فهمتوا؟ تيبقاو يديروا وداك الغياط تيدير الله وتيدور. هذاك الراجل كان تيحضر داك الشيباني الغياط عنده واحد نص ديال قرب السكر في قبو، يلاه داروا لي زعما ابيض الابيض زعما راك غياط صحيح. هو شوف داو ديك حس الثقل ديال السكر فوق السكر بغى يدير ديك الله هو يدور ديك الدوره، هو مع الدوره عندك القب فيه السكر هو يدور داك الشيباني طن يا الشيباني كلاها هو يطيح ما الاخر سخون. شتي العمليه كي دارت؟ قال لك اودي كان يحضر وتيقول لهم عياد عليه، راه تيفهموها الناس دابا هذوك حماتشه وعيسى عياد عليه، عرفت عياد عليه شتي يبغيو يقولوا بها. هو غادي الغياطه غادي تمشي حتى عند دوك الناس وتيدوروا ديك الدوره والاخر تيضرب الطبل في السماء تيدور الغياط دار ديك الدوره مجهده زعما تا هو شادوا الهوس شادوا ودار ديك الدوره هو القب فيه ديك القب دار ديك بادار القب فيه السكر وحتى الاخر طاح. قال له هذا الشيء اللي كان يقول لكم ساكتين. قال لك اودي راه حنا عارفين راه كلشي عارف، مشيتوا انتم البوليس حافظا على سلامه الغياط، ما بغيناكمش تشدوا في الغياط تخسرونا الليله. وقلت الغياط كيفاش شافوها؟ وقال لي ولد عمي ما نقول لك ولد عمي انا ضروري طلبت السكر، انا كاع الناس يديروا الابيض المعلقونا فلوس ما تيشدوا شي السكر تيديروا لينا هنايا او اللي كتب الله تيديروا ليا في قبي وانت تتحضر تيحضر تيجي تيدخل السكر يهز القلب ويخشي ليه طرف ديال السكر في البياض. الغياطات تيجمعوا في النساء تيجمعوا داك السكر تيبغيو يمشيو. قال لك انا حسيت به وسيدي قال لك مع انا ثلاثه نحضر واخا الغياطه تنحضر ومع الحضره سيدي دار ديك الدوره تسمع انا حسيت الضربه ورايا كاينه شفت الراجل طاح وراه شافوني الناس وسكت انا جلست تما وحنا بقينا تيدوري التحميره هذاك الراجل تيدور بقينا حنا دايرين التحميره في راسو دايرين شي حاجه قلنا لي مصيبه هذه. قلنا دابا خاف يموت والمسطره اش غنديروا فيها دابا خاف هذا الراجل يموت اش غنديروا في المسطره؟ القتل الضرب والجرح وسط مدى طرف من السكر في القب الغياط حينما دار. هذا الموضوع ديالنا ما عرفناش غنديروا فيه كل ما داك الراجل. انا تنقول هذوك البسطه القضائيه وديال الدراك وديال البوش غاديرنا في هذه القضيه اش غتسمي هذه؟ الضرب والجرح المفضي الى الموت الى الموت بنيه احداثه. والوسيله شنو هي؟ باش غتقول تكتب الوكيل الملك بطرف السكر في قبه فحاول الغياط ان يدور واحد مسطر على الكال. الحمد لله الراجل ما ماتش. تبعنا حنا السبيطار قلنا ذاك الغياط عطينا الهويه ديالك وعطينا السبيط وعطينا داك الشيء ويلاه معنا 6 سنين في البيرمانونس داو الدراري تسنى حنا غنمشي نشوف الراجل لقيناه تخيطوا ليه شي شويه هنايا وجالس ديرها جالس تيقول لها مهمتي هادو غيقتلونا انا ليك اش نديروا غتنحضروا قلنا ليه شريف بغينا نهضروا معاك الله يرحم والديك باش نتفاهموا ماشي تقول غيقتلونا ويحسدونا ضاربيننا بحجر ما كاين حتى شي حجر. الغياط اللي كان قدامك فاش كنت تحضر راه عنده القلب في القب بياض داير السكر في قبو بياض وراه من ديك عياد عليه دار راه تما ضربك. قال لنا شوف بس لا كان تجي الغياط واخا يقتلني الله يسامح، لا كان الغياط الله يقتلني، لا كان شي اخر انا بغيت نمشي مع المحكمه يعني ما كاين حتى شي واحد اخر ولد عمي راه كاين شي ولد الغياط اللي ضربك وما عرفتش قالنا سميتو كان فيه بوشته ولا الاخر قلنا له مودي دابا كي بوشته كاين الاخر واحد من الغياطه يمكن دار لك العادي ولا قال لك لا سيدي ما بيني وبين حتى شي عداوه راه دار ديك الدوره دار وانت تديرها ما درتيها هو تيديرها قم ضربك القلب جاك الراس ما تقول لنا دابا كنشوف سيدي وهذاك الغياط الله يسامحه. قلنا له ولد عمي دابا انت ما غتناش غتمشي بحالك ودابا كاين باش غندوزوك معنا لا بيرمانونس ديك واحد المحيضه بالزربه باش ناخذوا سميتك والهويه ديالك لان هذا الشخص خبروا به المسؤولين. عيطت المسؤول ديالنا قلت له بقى تيضحك علمت النيابه العامه يا ودي راه واحد السيد سوق عليه كان نائب عندنا تما النائب القاضي المقيم عندنا في المدينه اللي هو بيرمانونس عاودت ليه ما فهمش قال السي خلاص اجي عندي الله يرحمه كيجي عندي وانا نمشي عنده. وهذاك نائب وكيل الملك
اللي كان بيرمونس فاسي بور بدوك الفاسيين ديال ولاد فاس، ما عرفتش هو هذا حماد شا تيسمع بداك الشيء، ما عرفتش دوك الطقوس كيفاش تيداروا. شفت عندهم ثلاثه واحد السيد حماد شا من بعد 30 عام سيدي هو واحد. حماد شا تيكون يحضروا لما تيكون واحد الصف من هنا والصف من هنا، تيجيو تيحضروا وتيبقاو يتلقاو ديك الجوق ديال الغياطه مع دوك الناس تيغوتوا عيا دريك تيضربوا، ما فهمتش هما مرخصين. يا ودي اش مرخصين يا ودي، هادو تيمشيو على الموالقيت تيبداو قيدوا بغينا نديروا حماد شا، يقولوا حماد شا وما تبقاوش ناقطين في الليل. وقت ضرب القلب دار فيه البياض، قال لك كيفاش البياض؟ عاود ديال البياض اسيد القاضي، البياض اسيد النائب، البياض هو طرف ديال السكر تديرو في القم وتيبقاو يغيطوا هكا. الاخر دار واحد الدوره داك من الغياطه دار والقلب لف هذا بقى تيشوف دار سبحان الله. قال لي المهم ما ماتش، قلت له ما ماتش، عرفتو ما فهمتش، قلت له ماشي عروبيك بحالنا يا رفع عيسى وحماد شا ديك الحضره وداك الشيء ما فهمتش. قال لي ما ماتش شنو دار السيد؟ قلت له نعم بس ما كاينش متابعه، كان السيد ضربو كذا في راسو عطيو زمان الصباح يصبح مكولي ولا شي حاجه، وتابعوا الصحه ديال هذاك وصيفطوا المسطره عاديه. انا واخا نعمل صيفطوا المسطره عاديه. قال لي الدراري فهمك؟ قال ما فهمنيش، هذا ماشي شي نائب عروبي، هذا شي نائب عروبي عارف حماد شا وعيسى بناو عارف داك الشيء. هذا لا، هذا قاضي قرار شي عائله برجوازيه، هو ولي نائب وكيل الملك، هذا خرج في داك الشيء هذاك. وانا حاولنا نشرحوا ليه، قال لي انا حسيت به، قال لي اشرح لي وانا كاع ما فهمني، عطاني التعليمات. وداك الغياط مسكين طلقناه في ذاك الليل، قال لي شوف السي عقاد عندك الصح، شي هذا الشيء ديال السكر في القلب خطير، انا ما نبقاش ندير به بعد مسكر في القلب، خليه يدور لك الفرنك هنا يعلقوا ما فيها حتى شي حاجه. الفرنك ما غنطيح شي واحد يعلقوا لك الفرنك هنا ولا شي حاجه، انت ديالك السكر في القلب. قال لي لا انا نهضر مع مدير السكر في القلب. وديك الليله مشى داك السيد درنا واحد الدوره، انا نسمعهم خدامين طا كملوا ما عندك شي بال رجعت ولا ما مشى لدارو. ما عرفت والله ما عرفت، الله يخلي لي صحيحته مسكين.